السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الثور، وهتكلم معاكم عن تحذيرات آخر 10 أيام شهر سبتمبر 2023. هتكلم معاكم عن مرحلة بنقول بيسلط الضوء على صحتك والعمل، الصحة والعمل، وأخبار طبعا المال وكل ما يتعلق بيهم، يعني العمل بأصدقائهم، بحبايبك اللي في العمل، بشركاء العمل، بكل شيء طبعا يتعلق بالمال. وتحذيرات مهمة أيضا إلى جانب الصحة، وده أمر خطير وهقول لكم الأسباب. هتكلم معاكم بالتفصيل. الناس بس يا جماعة اشتراك، دي قناتي التانية على فكرة، أنا عندي قناتين عشان الناس بس تعرف. قناة بقول فيها التوقعات للشهر زي ما بتشوفوها القناة الكبيرة عندي، بقول فيها التوقعات الشهرية والتوقعات اليومية. لكن القناة دي قناة كده بتبقى خفيفة شوية، بشرح فيها لو في أمر مستجدات للعاطفة على حسب تغييرات الكواكب، أمور صحية، التحذيرات زي ما هقول النهاردة. طبعا بتبقى قناة منوعة وقناة شيقة جدا، بتكمل القناة التانية. اشتراك يا جماعة وتفعيل الجرس، واللي عايز قراءة طبعا كالمعتاد حاطط الرقم بتاع القراءات، اللي عايز قراءة يتواصل على الرقم. وايه هم تقريبا 4 امور نحذر منها خلال اخر 10 ايام من شهر سبتمبر. اول نقطة وهي السلف. تاني، السلف او القروض. الفترة دي اوعى ثم اوعى واحذر انك تعتمد في مشروع او في بدايته كده على سلف او قرض او طلب اي شيء من هذا. الفترة غير مناسبة. الفترة يسلط الضوء على نوعا ما مجهودك اكتر، يعني مساعدة من الاخرين لن تكون بالنفع. في اوقات اقول لك اقترض وهات زي ما انت عايز او استلف زي ما انت عايز، يعني ده لو حد اصلا معاه فلوس تستلف منه الايام دي. لكن انا بتكلم على حتة ايه، على حتة ان لو قدامك فرصة انك تستلف او تتعامل بفلوس حد، كمثال مثلا مش هقول تستلف، تشتغل بفلوس حد او تشغل لحد فلوس او اي حاجة ايا كان، حاجة تتعلق بمال غيرك، ده امر خطير. احذر من انك تبدأ شيء يعتمد على السلف او مال الغير او الاعتماد على الغير. حتى الشراكات احذر منها خلال فترة. الشراكات احذر منها خلال فترة. اذا اول نقطة معانا ونحذر منها، نقطة خطيرة جدا، انك تبدأ مشروع يعتمد على السلف او مال غير مالك، او ان انت تستلف حتى لأمر ما في حياتك. فترة صعبة. نقطة ايضا تتعلق بالبيع والشراء، التسرع في البيع والشراء. خلال الفترة احذر ثم احذر انك تتسرع. ما بقولش ما تشتريش ولا تبيع، لا، انا بتكلم ما تتسرعش، لانك معرض للخطأ. معرض للخطأ عشان اكون واضح، معرض للمشاكل، معرض للخداع، امور كثيرة. الطاقة غير مناسبة انك تعمل مشاريع ويكون فيها الامور سهلة، السكينة في الحلاوة كده زي ما بيقولوا. لا، مفيش الكلام ده. هتلاقي الدنيا ما هياش مرستق امورك قوي، مش هتلاقي مراكز قوة قوي خلال الفترة، ممكن ما تلاقيش دعم، بل بالعكس ممكن تلاقي منافسة غير شريفة، ودي نقطة مهمة. منافسة غير شريفة خلال الفترة. لكن أي شيء بتشتغله من نفسك أنت الأكثر نجاحا. شوف بقى على النقيض العكس تمام. أي حاجة أنت بتعملها من غير ما تستلف، أي حاجة أنت بتعملها من نفسك، مجهودك أنت الشخصي، أنت الأكثر نجاحا. لكن إنك تنتظر العون من حد أو السلف أو إن أنت تتسرع في بيع وشراء خاطئ. حتى في البيع والشراء حاول انك تكون متريث، هدوء. حتى لو كنت بتشتري اي حاجه بسيطه، مش لازم يعني عمارات ولا، انا بتكلم على البيع والشراء. وطبعا بالنسبه لرجال الاعمال وكده ده تاخدوا بالهم خطير يعني. لكن انا بتكلم على الناس العاديه مثلا اللي بتشتري حاجات عاديه، لا، حتى في دي برضو خد بالك. تمام، ناخد بالك. طيب، نقطه مهمه تتعلق في
الصحة. اوعى تيجي على نفسك وانت تعبان، لان الشمس تطل على ده بيت بالنسبة لك ايضا يمثل الصحة. احذروا من بذل مجهود وانت اصلا مجهد، او تشعر ان في امر ما صعب انت مش قادر تكمل. فترة لن تكون مناسبة اذا جيت على نفسك، فانت مالكش الا نفسك. عشان كده احذر انك تكون مجهد تعبان في عارض صحي وتتجاهل او تتناسى او تعمل نفسك ان انت بتيجي على نفسك ومش اخد بالك. نقطة خطيرة جدا، احذر من تلك الامور، ففترة لن تحتمل ان تكون جاي على نفسك او ان انت تكون يعني تستحمل. لو شعرت بتعب، وبحذر تاني، وقف واعمل راحة. تالت نقطة الاسرار، وخاصة الاسرار المالية. اعمل لنفسك كده باسورد، يعني خلي في اسرار محدش يعرفها، خاصة خططك القادمة، مشاريعك القادمة، حتى لا نكون في فترة قادمة نادمة. فعشان كده حافظ على ده. هتلاقي العين عليك، هتلاقي فيه الامور عندك طاقة سبحان الله. احذر، ناس عايزة تعرف اسرارك، ناس عايزة تعرف انت دماغك ماشية ازاي، انت بتكسب كام، بتشتري ايه، معاك كام، في جيبك كام. خدوا بالكم من الامور الحقودية دي للفترة غير مناسبة. احذروا من ما يتعلق بالأسرار المالية خلال آخر 10 أيام، فستكون تحت المنظار مش هزار، ستكون تحت المنظار ومش هزار. احذروا من تلك الأمور، فالأسرار المالية خلال الفترة لن تكون أمر هين. إذن الأربع نقاط هم السلف، احذروا، خاصة لو انت داخل في اي حاجة تتعلق بمشروع. تيجي على نفسك وانت تعبان خلال اخر 10 ايام. التسرع في البيع والشراء حتى لو كنت بتشتري اي حاجة بسيطة. الامان في الاسرار ايا كانت الاسرار، لكن خاصة التي تتعلق بامورك المالية. ودي اخر تحذيرات او اهم التحذيرات اللي يجب ان ناخذ بالنا منها او نحطها في الاعتبار اخر 10 ايام. هاي تاني تنويه، الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه ولسه داخل على القناه جديد، في زرار اسمه اشتراك او سبسكرايب على حسب ما ظهر لك، دوست عليهم بقيت مشترك معانا في القناه. خدوا بالكم يا جماعه، زي ما بقول كده تاني، دي قناتي الثانيه علشان الناس يعني مش عارفه ان انا عندي قناتين. دي قناتي الثانيه بشرح فيها بطريقه باستفاضه اكتر لكل شيء. اللي عايز قراءه خاصه يتواصل معاكم، المهندس كاتبه على الشاشه وكاتبه على عنوان الحلقه، يتواصل ونتفق على كل شيء. يا رب كده حبايبي برج الثور جماعه الابراج تكون بقى من الوقت. السلام عليكم.